الاهلي يتعاقد مع مهاجم سوبر. طب مين هو وايه القصه؟ الحكايه بالتفصيل ان كولر كان بيتابع لاعب دانين افري تبع السكاوتنج الخاص بفريق كولر، ويبقى مدير اعماله دينو، بس للاسف دانين افري كان تحت السن، وفجاه الانظار اتجهت ناحيه جونسون اوكيتا. شوف يا اخي لما القدر والنصيب يجي من عند ربك. جونسون اوكيتا جنسيته الماني من اصول كونغوليه، وبيلعب في نادي اف سي سيورغ السويسري. لا واضح من اسمه انه جامد نادي فحت بحت يعني. جونسون اوكيتا مركزه الاساسي وينج شمال، واحيانا كتير بيلعب وينج يمين وراس حربه. لا واضح عليه لاعب يستاهل ويجي نادي القرن. مركزه الاساسي وينج شمال عشان في ناس كتير بتقول انه راس حربه ومقتنعين بكده، ومن اهم مميزاته بيلعب برجليه الشمال واليمين زي بعض، والسرعه واستلام الكره في ال18 بمجهود عالي جدا، وعدم الانانيه. يعني زي مثلا هو قدامه فرصه انه يجيب جون بنسبه 80%، وزميله قدامه الفرصه انه يجيب الجون بنسبه 100%، بيلقح على طول الكره لزميله بدون اي تفكير. لا صراحه هتبقى واضح عليها كده صفقه مبشره لفريق النادي الاهلي. اما عن ارقامه بقى ما اقولكش، سجل 36 هدف وصنع 31، يعني ساهم مشارك في صناعه 67 هدف، والرقم ده كما تعلمون هو عظيم جدا 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 جدا. وناس كتيره فاهمه انه بيلعب في الدوري السويسري، والدوري السويسري اصلا مش من ضمن الدوريات الدرجه الاولى زي الدوري الاسباني والالماني والانجليزي، ولا حتى من ضمن دوريات الدرجه الثانيه. وانا معاكم في الكلام ده ان الدوري السويسري على المستوى الاوروبي غير مصنف، لكن يظل في الاخير ان الدوري السويسري افضل بكتير من الدوري المصري. وسعر جونسون اوكيتا عن طريق موقع ترانسفير ماركت محدد سعره ب 2 مليون يورو تقريبا، بعد ما كان من سنه بمليون يورو بس. بعيدا عن كل ده انا شايفه فعلا ان الراجل ده هيفرق جامد جدا مع الاهلي، وهيخليه في حته ثانيه ان شاء الله. بس انا من وجهه نظري حاسه ان الصفقه دي مش هتتم قوي. اما الصفقه الثانيه بقى للنادي الاهلي، ان الاهلي بيفكر في خروج ديانج للاعاره لنادي الخلود السعودي، هو ان يدخل بيرستاو في صفقه تبادليه مع موكينا. بس المشكله هنا في راتب بيرستاو عشان بياخد 400,000 دولار، ودي مشكله لسان داونز عشان اعلى لاعب عندهم بياخد 486,000. وفي نفس الوقت الاهلي بيفكر في محمد علي بن رمضان، وطبعا كولر كان طلبه الاساسي موكينا. والصفقه الثالثه للنادي الاهلي يحيى عطيه الله، وده بقى كولر مصمم عليه فحت بحت. واللي ما نعرفوش ان جريده مدرب نادي ايران كان طالب يحيى عطيه الله لمده سنه اعاره. اما بقى عن الصفقه الرابعه بالنسبه لمحمد النني، هل الكلام فيها اتقفل ولا لا؟ اكيد لا طبعا بشرط بالتاكيد. واداره الاهلي مصممين على كولر انه يشوف النني، بس كولر حرف وقال والله ما هيحصل اللي في دماغكم، انتوا عايزين تضحكوا عليا ولا ايه؟ وقرر كولر انه يشوف مستوى النني في ال3 مباريات اللي هيلعبهم في الاولمبياد، وبعدها نشوف راي باشتنا الكبير مارسيل كولر هيوافق على ضم النني ولا لا. يلا ربنا معاك بقى يا كابتن. اما بقى عن اللعيبه اللي هتمشي من الاهلي، هم بيرستاو وآل ديانج ورضا سليم، مع انه عمل اسيست حلو لبيرستاو وسجل هدف ضد فيوتشر، بس يلا بقى ربنا معاه. ومحمد الضوي كريستو ده برده صعبان عليا لانه يعتبر ما خدش ولا فرصه في النادي الاهلي، يلا ربنا معاه برده. اما بقى عن الصفقات الباقيه لنادي الاهلي المحليه هقول لكم بالتفصيل، ولكن كما تعلمون هذا الامر شرحه يطول ولا النيله مشغول. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الحلقات الجايه. كان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه.